هاي يا جماعة welcome back in a new video. جينا اليوم بافيليون في بوك الجليل علشان في مطعم جايت له خص نص. ليتس جو. نزلنا دحين لتحت اللي هو مولجي اللي تحته لأنه كله مطاعم. مرة متحمسة أوريكم المطعم اللي نفسي أكله صراحة، شفت له مليان إعلانات وشيء. فليتس جو. سبحان الله ذكرني ببعضنا. تعالي وريهم ده. قد شفتيه؟ إيه. انت ما كنت معنا. كنت معنا؟ لا إيش what are you joking يا ضيعنا المطعم خلاص، لنا ساعة قاعدين نلف ما احنا لاقين ايش ده. صراحة بافيليون من بوك الجليل هنا فيه مليان مطاعم تشهي انه الواحد يجربها. يلا ادعوني انقل هنا قريب، حصير كل شيء هنا كل يوم هنا. هذا المطعم بالذات ابغى اجربه يوم. وهذا كمان شكلي بحاول محتواي اخليه حق اكل. يا اخي حيكون استمتاع. اتحداكم اصلا تلقوا شيء احلى من الاكل. اكل وتجارب ابداع. وصلنا للمطعم واخيرا. هذا هو اسمه غوليبي، والله ما ادري، المهم انه هذا هو. يلا نجرب. صراحة يا جماعة ماني عارفة ايش اختار، بس على الاكيد اني جاية عشان الدجاج حقهم. اوه ماي جاد شوفوا، حتى عندهم باستا، بس احس لا ما ابغى باستا، ابغى كريسبي شيء كذا خش. اوكي يا جماعة طلبت نوعت علشان اذوق من كل شيء. I am super hungry والله، جيعانة إن شاء الله يطلع كويس. أوكي يا جماعة هذا هو طلبنا وصل، شايفين؟ خلونا نفتح ونشوف. هاي يا جماعة ايش رايكم بالحركات؟ تثبيت الكاميرا وهي ايش؟ شكل البرجر صراحة زي ما في الصورة. خلونا بس نشوف إذا هو كريسبي ولا لا. عاوي صراحة شكله ما ينزح، فيلا نجرب. بسم الله. بصراحة طلبت سبايسي ومرة سبايسي ما ينزح. سبايسي طبعا كالعادة ما في مصاصات، ضروري العصير تشربون زي كذا. طبعا البطاطس واضح انه مملح كريسبي، يلا نجرب. تقييم البطاطس يا جماعة 1,000,000/10. واو، كأنه بطاطس ماك بالضبط، بس ماك متقاطع. هذا لذيذ. نجي عند هذا الشيء ما ادري ايش هو صراحة، نسيت ايش طلبنا. هذا السباجيتي، بس شكله غريب يعني صراحة. فوكس في كول. بعدين لازم نسوي الحركة هذه، حركات اتيكيت أكل الباستا. هذه الحركة ما يسووها للأغنياء، إذا ما سويتوها وضعكم مشكوك فيه. واو لذيذة فيها نكهة فاصولية أو حاجة زي كذا وفول، وهي صراحة شوي سويت بس مرة لذيذة. طلع فيها نغانة. قاعدين يطلوا فيني، ألفتوا وجهكم إيش تبغوا؟ وعندنا هذا الشيء اللي هو التشيكن. أتوقع إنه أصلا هذا المكان مشهور بالتشيكن اللي هنا. هذا هو. ما أدري إيش الصوص صراحة اللي شايفينه، بس طلبت سبايسي. أحس السبايسي هو الأساس يعني. الصوص ريحته مرة غريبة، تحسوه فول تسويه بهدش. خلونا نتفق على نقطة إنه أكله من سبايسي
الحرارة صارت في حركة نسي سويسة. ايش نوع؟ الصايب مو مرة واو، بس طعمه حلو. أبي حمر. هذا هو لذيذ بس مرة حار، يعني أنا طلبت سبايسي في النهاية. هاي جماعة وجهي يتغير بعد الأكل. I know. المهم تخيلوا احنا قاعدين ناكل فجأة يجي الرجال وجبنا لها ايس كريم. شوفوا الجمال والإبداع. تخيلوا ما دفعنا، قال هذا هدية من المحل وأنا ثانك يو. المهم حد ادانا ذيك النظرة قال have a nice day ودانا يانا. شكرا. سو يلا نجرب الايس كريم. ويت. واو. والكاسة معبى يعني ثقيل، والله ثقيل. أحس خلاص عرفوا يكسبوا قلبي. إيش ما كان كل الأكل 10 من 10. ما في تقييم خلاص، إحنا مسويين فيديو تقييم، ما في فيديو تقييم. هذا هو التقييم. تعرفون ايس كريم البيك؟ نفس طعم ايس كريم البيك بالضبط. وهذه اللي فوق صوص من الكاكاو، تحسوا مو طعم شوكولاتة، طعم كاكاو. نختم المطعم بأنه دامج 3 مطاعم، كنتاكي، ماكدونالدز والبيك. أول شيء الدجاج، صراحة الدجاج كان طعمه زي كنتاكي وأحلى، يعني تحسه مرة لذيذ. شفتوا اللي لما تاكل شيء ما تبي توقفه، في نكهة في الدجاج ما تخليك توقف. المهم يا جماعة وكملنا تقييم المطعم. برجر صراحة كان بيرفكت، يعني البرجر حتلاقوني طول وقتي عندهم قاعدة آكل، يعني أحس يغنيني عن ماك، طعمه يجنن أحلى من ماك مليون ألف مرة. الصراحة أقل شيء ما عجبني اللي هي الباستا، لأنه أحس أول ملعقة كانت واو، بس بعدين لما تبدأوا تاكلوا زيادة تحسوا إنه لا حالي زيادة. أنا حسيت زي كذا، هذه المرة عجبها، دي قعدت لآخر لقمة وهي تقول وكذا. ختمناها بالإيس كريم. صراحة مرة مبسوطة إنهم كتبوا الإيس كريم، يعني البيك خلاص. والإيس كريم زي البيك، أنت تعرفوا أنا نقطة ضعفي الإيس كريم، يعني خلاص تقييم المطعم بشكل عام 10 من 10. بعد الإيس كريم، قبل الإيس كريم صراحة 8 من 10. أغروني ما أقدر. شايفين الصوص مو بس من فوق، الصوص لجوا داخل، الصوص ينفجر من الداخل. كملنا أكل. جماعة شوفوا هذا المطعم لازم أجي له يوم. بعد شوفوا لا تصورين كذا خرب. شافتني شد قاعدة تطالع فيني حتلعني، قاعدة من أول تطالع فيني تلعني. إيش هي جالسة في مكان عام وقاعدة في مكان عام، إيش يعني إيش فيها، صح ولا لا؟ ريحة المعجنات فيها بصراحة شبعانة، وعندي سكريمي هذه اللي جاني هدية. وضعني مرة بقى ما أعرف إن هذا الإسكريم ما جه هدية. لا يا جماعة شيء عادي، أنا متعودة أصلا على الأشياء هذه، بس يعني لفتة حلوة. أنا نقطة ضعفي الإسكريم، نقطة ضعفي الإسكريم. شوفوا يا جماعة لقيت هدية. هاي يا جماعة خلونا نتخطى الكلام اللي نقوله كل مرة، اتفقنا؟ طيب وصلتوا لنهاية الفيديو، أتمنى تكونوا استمتعتوا بالمقطع. صراحة هذه أول تجربة لي إني أروح خص نص أصور عشان مطعم، بس مرة استمتعت ومرة انبسطت لما ادوني الآيس كريم. فصراحة كانت تجربة مرة حلوة وناوية أسويها كثير صراحة. فاكتبوا لي أسماء المطاعم تحت اللي تحبوا أجربها هنا في ماليزيا. المهم أحب برضو أبشركم إنه خلاص فاينلي كملت اختبارات. شكرا كملت اختبارات، فدحين عندي إجازة 2 شهر. حذروا بس حذروا إيش ممكن يصير. see you next video. باي. طيب وصلت لنهاية نسيت